السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الصوت يكون كويس مبدئيا. تاني حاجة، الفيديو ده مش طويل قوي برضو إن شاء الله. أنا بس عايز أقول يعني لكل حاج ولكل حاجة، يا حاج كده كده بنتك بتتاخد، كده كده بنتك بتتاخد، يا حاجة كده كده بنتك بتتاخد. خلاص، إيه الرسالة اللي الفيديو ده عايز يوصلها؟ بما إن بنتك بتتاخد يا حاج، وإنك يا حاجة بنتك بتتاخد، بعد اذنك سهل الجواز. انا بس هقول لكم حاجه بسيطه، ما بحبش اتكلم في حوار البلد ده كتير عشان بيخنقني. مصر ان شاء الله بالصلاه على النبي هتسدد اكبر مبلغ ديون وفوائد ديون في تاريخها. فيا جماعه اللي عنده بنت يجوزها بايسر اليسير وباقل القليل، لان السنه الجايه مش تيجي علينا بجد. يعني السنه الجايه لو جت علينا يعني يعتبر الجواز هيبقى شبه مستحيل او هيبقى مستحيل. برضه زي كل فيديو، اللي عايز يسمع يسمع، مش عايز عنه ما سمع. فوالله العظيم ثلاثه يا جماعه، اللي عنده بنت يجوزها عشان هو الخسران. الراجل كده كده الاختيارات قدامه اكتر، ممكن يسافر ويخلع ويشوف بنات من بره، وبنات مره ما بتدفعش فيهم فلوس. وكده كده حتى لو سنه كبر، في اجيال جديده كلهم بتطلع هيختار منهم. البنت هي اللي مجرد ما هتعدي سن معين مش هتبقى مرغوبه، وهي اللي هتخسر بما انها بتتاخد من واحد او من اكتر. يا عم الحاج او يا ست الكل، فبعد اذنكم سهلوا الدنيا. الحاجه التانيه، الفرق ما بين ان أنا افتح بيت واحد، واحد واحده متجوزين، وبين البنت عند بيت اهلها، ان البنت كده كده تاخد مصروف من ابوها والواد بياخد مصروف من ابوه. طب بما انها خربت ومفيش شغل، والشغل كله اقل من المصروف اللي انت بتاخده من ابوك او اللي انت بتاخديه من ابوكي، خلاص يا جماعه جوزوا العيال، وادفع مصروف لبنتك زي ما هي، وادفع مصروف لابنه، وابنه يشتغل جنب المصروف اللي بياخده. كده كده الناس دي يعني هتعرف تفتح بيت وهتسند الدنيا من الوظيفه، وتاخدوا شقه ايجار جديد وخلاص. يعني فكره ان احنا نقفل الدنيا ونقول شقه ملك ونقول بتاع. بص يا جماعه، الحرام فيه مشكله كبيره جدا، واللي برضه عايز يصدق يصدق ومش عايز ما يصدقش. الحرام يعني بيطفح تاثيره على المجتمع كله. يعني اكيد انتوا كلكم كشعب محترم جميل ملاحظين ان فيه باب في صدركم، صح؟ فيه باب كده واطران طافح على الناس كلها وخانقه. الخنقه دي على فكره مش اقتصاديه بس، والله الخنقه دي علاقه بالدين ولها علاقه يعني بالسلام النفسي الداخلي. ده كله بسبب كثره الذنوب. يعني الذنوب الكتيره اللي احنا بقينا فيها. يعني احنا اللي يشوفنا لو حد نزل من بره وقالوا ان احنا مسلمين والاسلام بيقول كذا، اكيد هيقول احنا كفار، مستحيل يقول احنا مسلمين. يعني دي حقيقه. باذنكم يا جماعه خفوا اللعب شويه، الموضوع كبر والاماكن الضلمه الدنيا فيها خربت. جوزوا العيال، جوزوا العيال، جوزوا العيال. يعني دي مش نصيحه، دي لمصلحتكم والله. يعني الذنوب اللي احنا بنعملها دي تخلي، يعني حاسس ان في طايره ابابيل هتيجي بعد كده تبيدنا والله من اللي احنا بنعمله. الموضوع باخ قوي، الموضوع باخ قوي. الحياه كلها خلاص بقت عباره عن قله ادب وشقط ودرمغه يعني نحاول نخرج من الموضوع ده. كل حاجه في الدنيا ليها حل. يعني هي العلاقه كده كده بتحصل في الحرام، طب بنعملها في الحلال. ادام الموضوع كله مادي بحت، خلاص العيال نجوزها ونصرف عليهم. ده في حاجه اسمها امر واقع. الواقع كده، الاجيال دي اللي السنين اللي جايه عليها هتبقى سنين اسوأ بكتير قوي 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 قوي. هنقول لا البنت تتجوز بكره، لا بعده، لا بعده، والواد هيتجوز بكره، لا الدنيا بتخرب. اللي عايز يلحق يعمل حاجه ينفذها الان، الان دلوقتي، ما ياجلش. وما تسيبش بنتك للحرام، لان خلاص الحرام بقى سهل ومتاح ومباح. والرجاله نفس الكلام، لو سبت لابنك هيفضل يلعب بديله كتير ومش هنوصل لنتيجه. وبعد ما يجي يستقر مش هيلاقي معاه فلوس في الظروف اللي احنا فيها ان هو ايه يقول لك انا همشي بالحلال. فيا جماعه هدوا اللعب. الحاجه الثانيه اللي انا والله فقدت النطق في ام الفيديو ده، تعبت والله العظيم من كتر الكلام، يعني انا زهقت. كان في موقف غريب مش عارف يهمكم ولا ما يهمكوش برضه. كنت بتفرج مع شخص ما ايام الكورونا الاولانيه، كان في حفله في استاد القاهره لو فاكرينها بتاعت عمر كمال وحسن شاكوش. فلما لقيت البنات بكل حماسه بتقول ايه، واشرب خمور وحشيش، كنت بقول للشخص ما ده ايه، اقسم بالله العظيم ثلاثه ما هنشوف يوم عدل بعد الحماسه في الكلام اللي مش كويس دي. ف وقد كان من ساعتها الحمد لله كورونا في كورونا في كورونا في اقتصاد، في خراب، في قله ادب، في ناس مكتئبه، في الدنيا خربانه، وطلع كلامنا اللي صح. فيا جماعه والله العظيم الذنوب بتبهدلنا كلنا مع بعض. فيا جماعه لو الاقتصاد فيه مشكله ومش قادرين على حلها، عشان اللي بيسمع فيديوهاتي ما بيفهمنيش بيفتكرني مع او ضد، انا ولا مع حد ولا ضد حد. انا بحب فكره الامر الواقع. احنا نحل ما هو متاح.
يعني احنا نتعامل بما هو متاح. انا راجل اهدى من الهدوء، ما بحبش الصراعات ولا بحب القرف. يا جماعه الحاجه اللي نقدر نعملها دلوقتي نبعد العيال عن الحرام. الحرام بقى متاح في كل حته. بعد اذنكم، انا عارف ان انا زهقتكم في عيشتكم ورغيت. انا اتمنى من كل اب وام، جوز بنتك بسرعه، جوز بنتك بسرعه. في رساله افتكرتها وانا بتكلم دلوقتي بالمره، وحوار التعليم والجامعه والهجص ده مش ده اللي يمنع عن الجواز. الجواز لا يمنع عن التعليم. مش هنضحك على بعض، العيال كلها بتجيب ملزمتين بالذات تجاره وحقوق واداب وشقلب وقلب وبينجحوا. فلو جوزتها في اولى جامعه وثانيه جامعه وثالثه جامعه وعندها 20 سنه مش هيحصل لك حاجه والله. والله التعليم ما هيوصلها، مش هتبقى حاجه والله. عامل النظافه بياخد نفس الفلوس اللي بياخدها الكول سنتر اللي خريج جامعه والله. فيعني مش ههري كتير يعني. دي كده رساله، واتمنى يا رب الناس تسمعها، وشكرا جزيلا ليكم كلكم يا رب.